مباريات المربع الذهبي لكأس افريقيا 2024 بكوت ديفوار ستشهد ملاحم كرويه وقمم رائعه في انتظارنا، فرجه ممتعه ان شاء الله. البدايه مع مباريات الربع النهائي. قبل الحديث حول توقعاتنا للمنتخبات التي ربما ستصل الى المباراه النهائيه، ولم لا توقعاتنا الى المباراه او الى حامل اللقب لهذه النسخه الغريبه، واللي ربما نعتبرها واحده من اجمل النسخ في تاريخ المسابقه. بالحديث حول مباريات ربع النهائي، 4 منتخبات تاهلت انطلاقا من نيجيريا، جنوب افريقيا، ساحل العاج البلد المنظم، بالاضافه الى منتخب كونغو الديمقراطيه. هذه المنتخبات الاربعه استهلت واستحقت التاهل عن جدارة واستحقاق، خاصه وان قدمت ومشت في المباريات بواقعيه وبمردودها ووفق امكانياتها. الانطلاقه مع منتخب نيجيريا، هذا المنتخب الذي لعب باسمه، لعب بتاريخه. تصوروا معي 20 مشاركه لمنتخب نيجيريا في تاريخ المسابقه، 16 مره وصل للمباراه النهائيه. في المقابل 10 نسخ الأخيرة التي شارك فيها 10 مرات أيضا وصل إلى المباراة النصف النهائية. 3 ألقاب تاريخية لهذا المنتخب، يطمح إلى المباراة أو إلى التتويج الرابع من خلال ملاقاة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النصف النهائية. قلنا بلي منتخب جنوب افريقيا نيجيريا يطمح الى حد بعيد حول قيام او المشي او المضي قدما في هذه البطوله من خلال استراتيجيه لاعبه المعروفه وطريقه لاعبه الذي يعتمد على طريقه لعب منافيه للمنتخبات الثلاثه الباقيه اللي غادي نذكرها بعد لحظات. في المقابل منتخب جنوب افريقيا اللي غادي سيواجه منتخب نيجيريا في المباراه النصف النهائيه الاولى يوم 8 فبراير على الساعه 5 بتوقيت غرينتش، وهو ايضا تاهل عن طريق ضربات الترجيح امام منتخب جزر راس الاخضر اللي قدم واحده من اجمل المسابقات او المغامرات الافريقيه. هذا المنتخب الذي استحوذ بالطول والعرض، لكن النجاح لم تكن موجوده، او كما ذكرنا ويليامز حارس منتخب الاولاد دافع بشراسه عن مرماه، سواء في اطوال المباراه او حتى في ضربه الترجيح الذي حطم رقم قياسي او دخل برقم قياسي في هذه المسابقه، من خلال اول حارس في تاريخ المسابقه يتصدى ل4 ضربات ترجيحيه في مباراه واحده. هذا الحارس اهل فريقه لملاقاه منتخب نيجيريا العنيد في المباراه الاولى من المربع الذهبي. في المقابل منتخب ساحل العاج، المنتخب المنظم ومنظم هذه البطوله امام جماهيره، قعد بطريقه او في مباراه هيتشكوكيه الى حد بعيد، مباراه دراميه لاحظنا فيها الكثير من الغموض. تصوروا معي 10 لاعبين منقوص بلاعب، انطلاق من دقيقه 70 خاص بنتيجه المقابل 0. في الدقيقه 89 يعيد الامل بتغيير ذكي جدا جدا من طرف المدرب. قلنا بلي هذه العوامل كلها ساعدت في عوده الروح الى المنتخب كوت ديفوار، بالاضافه الى عوامل اخرى سنتطرق اليها بعد لحظات. منتخب ساحل العاج سيواجه منتخب كونغو الديمقراطيه الذي يلعب ايضا بالعزيمه بالروح ووفق امكانياته، وهذا ما صرح به المدرب الذي اكد في ندوات سابقه انه يلعب وفق المستجدات، وفق المعطيات، ووفق امكانياته، بحيث لن تساعده اي منتخب في هذه البطوله لا الارقام ولا التاريخ ولا الاحصائيات. وهذا ما لاحظناه من خلال خروج المنتخبات العملاقه، انطلاقا من المرشح الابرز منتخب السنغال امام البلد المنظم الذي قلنا عاد بقوه، والذي ارشحه شخصيا للذهاب بعيدا والوصول الى المباراه النهائيه. قبل الحديث حول التوقعات، قلنا بلي منتخب ساحل العاج طريق هدف قاتل ذبح به المنتخب المالي في الدقيقة 118 من أجواء المباراة، اللي قلنا بلي مباراة رائعة وقمة كروية كنا شاهدناها، وننتظر أيضا إن شاء الله قمم كروية في المربع الذهبي وحتى في المباراة النهائية. ساحل العاج إذن سيواجه منتخب كونغو الديمقراطي في المباراة الثانية سهرة يوم 8 فبراير من هذا العام على الساعة 10 بتوقيت غرينتش، الساعة 11 بتوقيت الجزائر. قلنا باللي منتخب كونغو الديمقراطية أيضا لربما متوج مرتين لحد الساعة. هذه المنتخبات الأربعة كلها متوجة باللقب القاري، سواء منتخب نيجيريا ب3 ألقاب، أو منتخب جنوب افريقيا بلقب واحد، او حتى منتخب كونغو الديمقراطيه وساحل العاج بلقبين لكلا الفريقين، بمعنى لقبين لكل منتخب. فكل هذه المنتخبات توجت
بمعنى هذه النسخة لن نشاهد فيها بطل جديد، إلا أنه سنشاهد فيها بطل قومي خاص ببلده. ربما نرشح هنا في المباراة الأولى نيجيريا وجنوب إفريقيا، المعطيات تصب في مصلحة نيجيريا اللي يلعب باسمه، يلعب ربما أيضا لم تشاهد مباريات معقدة إلى حد بعيد مقارنة بجنوب إفريقيا الذي استنزف طاقته انطلاقا من مباراة الثمانية أمام المنتخب المغربي، أو حتى في مباراة الجزر الأخضر اللي لعبها 120 دقيقة. لاحظنا بعض اللاعبين في نهاية المباراة أصيبوا بتشنجات عضلية، هذا راجع إلى الإرهاق وإلى التركيز على أو الاعتماد على نفس التشكيلة. في المقابل منتخب نيجيريا اللي ربما عنده البدائل، عنده ربما ايضا طريقه يلعب بها. قلنا بلي منتخب نيجيريا الوحيد في هذه المنتخبات الاربعه اللي يلعب باستراتيجيه مغايره. منتخب ساحل العاج، منتخب جنوب افريقيا، ومنتخب الكونغو الديمقراطيه يلعبوا بطريقه 4-2-3-1 4-2-3-1 باستثناء منتخب نيجيريا اللي يلعب بطريقه 3-4-2-1 واللي يعتمد فيه نيجيريا على اللعب، على بناء اللعب واللعب ببطء وبسلاسه وعدم التسرع في بناء الهجوم، اللعب الهجومي او تسرع الهجوم. في المقابل المنتخبات الاخرى تعتمد على الارتكاز على الوسط الميدان والمحافظه على المرتدات، وهذا ما لاحظناه في مبارياتهم السابقه. اذا نيجيريا جنوب افريقيا ارشح من وجهه نظري وفق المعطيات، ولو ان الارقام لم تعد اليوم او التوقعات لم تعد اليوم تفيد بالغرض والدليل. هذه المنتخبات الاربعه باستثناء ساحل العاج ربما رشحنا الوصول الى هذا الدور. اما باقي المنتخبات ولا متابع او غالبيه المتابعين او غالبيه المشاهدين لم نرشح هذا المنتخب. على كل حال نيجيريا قلنا اذا ستتأهل من الدور الاول او من المربع الاول، مباراه المربع الاول، وساحل العاج الذي سيتأهل وفق نظري والعلم لله في المباراه الثانيه امام الكونغو الديمقراطيه. وهذا قلنا راجع الى عده اسباب، ابرزها أن منتخب ساحل العاج سيكون أمام جماهيره في بلده ويلعب بدون عقدة أو بدون خوف، خاصة وأنه قدم واحدة من أجمل الدورات في تاريخه. هذا المنتخب الذي عاد من نعش الموت، أي قام المنتخب المغربي بإرجاعه إلى البطولة وأحداث المفاجأة والمواصلة من خلال إخراج منتخب السنغال وحتى منتخب مالي في الدور الربع النهائي اللي شاهدنا مباراة رائعة وقمة كروية. منتخب ساحل العاج إذا قلنا فرصة ذهبية أمام جماهيره وأمام أولاد بلده للتتويج بهذا اللقب القاري الثالث، النجمة الثالثة. أيضا في المقابل كونغو الديمقراطية تطمح إلى الوصول، ولكن أنا أرشح المباراة النهائية نيجيريا ساحل العاج والغلبة إلى حد بعيد. أرشح ساحل العاج لأنه لن يرضيها ولن يرجعها ولن يوقفها ولا فريق ولا منتخب في هذه البطولة باستثناء حمله للقب. هذه الطريقة الوحيدة حتى يتوقف منتخب ساحل العاج، منتخب كوت ديفوار عن الركض. هذه الفيلة الإيفوارية التي عادت بنفس جديد من خلال التخلص من المدرب وإقالته والمحافظة على مساعد المدرب اللي ربما قريب من اللاعبين سواء من الناحية العمرية أو حتى من الناحية النفسية والسيكولوجية. وهذا ما لاحظنا من خلال الأوامر التي يقدمها وتنفيذها بحذافيرها إلى حد بعيد في المباريات. فهذا السر ربما اللي غادي يوصل أولا ساحل العاج المباراة النهائية، ثم إن أمكن سيكون التتويج من طرف منتخب ساحل العاج. ولو أني أتمنى منتخب نيجيريا الذي يستحق هذا اللقب صراحة، خاصة وأنه قام كروية في القارة، بالإضافة إلى أنه يلعب بواحدة من أجمل المغامرات الإفريقية في تاريخه. على كل حال في الأخير لا تنسوا إخوتي أحبتي في الله الاشتراك في القناة تحفيزا ودعما لنا على تقديم المزيد وعلى المواصلة إن شاء الله. دمتم أوفياء، فرجة ممتعة، إلى اللقاء، سلام.